تعالوا متابعيني حبايبي، تعالوا شوفوا شو جبت اليوم. سوقت طبعا، جبت جزر طبعا رخيص، الكيلو 750. جبت كيلو ونص. جبت فلفل، جبت كيلو ونص هماتين، هم بلف، هذا بلف وهذا بلف طبعا. وجبت بصل أخضر، راح ننظفه هسه أنا وياكم، شوفوا شلون نحتفظ به ويبقى لونه أخضر، هذا الأوراق خضرة. وجبت بصل يابس، هذا بصل يابس، هاي 3 كيلوات جبت طبعا. جبت لحوم ضميتها بالفريز، بس حبيت اراويكم انه البصل الاخضر شلون نحافظ عليه اكثر، يعني اطول مدة ممكنة نحافظ عليه حتى ما يتلف من عندنا ولا يخرب. البصل الاخضر شوفوا شلون ان هالشكل. هاي مثلا هسه هاي عندنا، هسه هاي مثلا هاي بصلاية نقص، هذا ما نقصه، هذا الراس ما نقصه. هاي من ناي احنا، هاي ما نلعب بيها ابد ولا نقصها، حتى تبقى محافظة على خضار الورق. هذا من هنا نسوي شنو؟ بس هاي هالشكل، هاي الاطراف بس ناخذ من عندها، هاي الاطراف. هاي الاطراف اخذنا من عندها هالشكل. هاي حتى تبقى عندنا البصلة خضرة، ما تخرب ولا يخرب لونها هالشكل. ونلفها بكيس، نصفط مثلا كذا وحدة 4 5 ونلفهم بكيس مال ثلاجة مال أكل، حتى يبقى عندنا البصل الأخضر يبقى أكثر من شهر بالثلاجة ما عليه شيء. هالشكل ننظفها بس هالشكل وما نغسله. من نريد نطلعها، نقص هذا الجذر مالتها ونغسلها. هذا البصل نلف الراس هذا هالشكل هيجي. هذا إذا عندنا ورق مطبخ أو كلينكس مال مطبخ نلفه هالشكل، نحافظ على هاي المنطقة حتى يبقى عندنا فترة أطول. وهذا كيس مال ثلاجة هالشكل، هالشكل نلفه هالشكل. هي شغلة صحيح يعني متعبة، بس حتى نحافظ على الأكل بهيجي طريقة هالشكل. هذا هالشكل هيجي، هالشكل احنا نحافظ على البصل. هذا البصل هالشكل، هاي تبقى هيجي. أتمنى الطريقة عجبتكم، شوفكم على خير. ادعمونا باللايك وشير، لايكاتكم الحلوة، شيروا الفيديو لأصدقائكم حتى يعني تصير عندنا مشاهدات، متابعين، واللي ما اشترك بالقناة يشترك. أشوفكم على خير، مع السلامة.